للنظام المصري، طلب من قوى موالية للرئيس حسني مبارك ترهيب وتخويف المتظاهرين السلميين الذين يتظاهرون حاليا في ميدان التحرير. طبعا هذا الكلام منسوب لمسؤول في البيت الأبيض رفض الكشف عن هويته. لكن هل هناك أي معلومات عن هوية هذا الشخص الموالي الذي تحدثت عنه هذه الأنباء؟ لا، لم تصدر، لم تكن هناك تفاصيل، لم تكن هناك ايضاحات. وحقيقه سئل الناطق باسم البيت الابيض روبرت جيبس عما اذا كان لدى الاداره الامريكيه دليل على ان عناصر مواليه للنظام المصري هي التي كانت وراء عمليات التخويف. هو لم ينفي هذا الامر ولم يؤكده، وقال انه سوف يسال ويحاول التحقق والتدقق بشأن هذه المعلومة. سألوه هل لديك شكوك؟ قال إن ليس بإمكاني الإجابة الآن. إذا واضح أن يعني الإدارة الأمريكية عندما أيضا طالب الناطق باسم البيت الأبيض النظام المصري بوجوب البدء بالتغيير الآن كرد على رفض الخارجية المصرية للبدء في الانتقال السلمي للسلطة الآن بدءا من الآن. أكد الناطق باسم البيت الأبيض إصرار الإدارة الأمريكية على ذلك، وقال إن رسالتنا إلى مصر هي يجب أن يتوقف ما يجري الآن في شوارعها وساحاتها، ويجب أن يتوقف العنف الموجود في مصر. نعم، هل هناك أي حديث عن اتصالات تجري بين البيت الأبيض الآن وبين الرئيس حسني مبارك؟ عندما سئل الناطق جيبس قال إن الاتصالات جارية على قدم وساق سواء في البيت الأبيض أو من البنتاغون أو الخارجية الأمريكية مع المسؤولين المصريين. إذا يعني الاتصالات جارية وعلى أكثر من مستوى. لم يحدد ما إذا كان الرئيس أوباما تحدث مع الرئيس المصري عدم مكالمتهما الأمس الليلة الماضية بعد خطابيهما بعد خطاب الرئيس المصري، ولكن المؤكد بحسب الناطق باسم البيت الأبيض هو أن البنتاغون والخارجية الأمريكية والبيت الأبيض على تواصل مع الحكومة المصرية، ورسالتهم للنظام المصري هي يجب أن تتوقف الأحداث الجارية حاليا في مصر. نعم، وجد كذلك نسب لمسؤول أمريكي رفيع قبل قليل أن العنف بالشارع قد يدفع الجيش للضغط على مبارك ليقدم المزيد. هل لديك معلومات عن هذا الكلام؟ هل هو معلومات أم تكهنات من قبل الإدارة الأمريكية؟